تصدق ان في ناس بتاخد الميلاتونين علشان تنام، لكن اللي معرفوش ان الميلاتونين نفسه ممكن يكون سبب انك متعرفش تنام طبيعي تاني. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقولك معلومه في السريع. الناس زمان كانت بتنام بسهوله من غير منومات ومن غير اقراص وكمان من غير مكملات، لكن للاسف دلوقتي بقينا بندور على النوم في علبه دواء، وكل يوم يظهر اعلان جديد يقولك خد حبات ميلاتونين وهتنام زي الاطفال. بس محدش بيقولك ان الجسم ممكن يكسل، ولما بتاخد الميلاتونين من مصدر خارجي الغده اللي جوه مخك هتقولك انا مالي، ما انت بتجيب الهرمون من بره، وساعتها بتبدا الكارثه. اول حاجه تعالى اعرفك ايه هو الميلاتونين. الميلاتونين مش منوم، هو اشاره بيقول لجسمك هو ده وقت النوم. الغده الصنوبريه بتفرزه طبيعي لما الدنيا تضلم، لكن لما النور يزيد او تفتح الموبايل قبل النوم الاشاره دي بتتلخبط. يعني اللي بيخلينا ننام مش الكبسولة خالص، اللي بيخلينا ننام هي الساعة البيولوجية، بس احنا اللي بوظناها بايدينا، السهر والشاشات والقهوة والتوتر ودوامات الشغل لحد الفجر. فالجسم نفسه بقى تايه، مش عارف الليل من النهار، ولما اتلخبطت الساعة الناس راحت تجيب منوم صناعي اسمه الميلاتونين. من كام سنة الميلاتونين بقى بيتباع في الصيدليات زي اللبان، علبة صغيرة عليها صورة قمر وواحد نايم مبتسم. الناس بتشتريها على انها حاجة طبيعية وآمنة، بس محدش للأسف بيقرا المكتوب بخط صغير ورا العلبة. القرص فيه جرعة أعلى من اللي جسمك بيصنعها بأضعاف. الجسم الطبيعي بيطلع من 0.3 ل 0.5 مللي جرام، لكن الأقراص فيها 3 و5 وكمان أحيانا 10 مللي جرام. يعني من الآخر بتدخل جرعة بتضرب الساعة البيولوجية في دماغك، فتفتكر إن الوقت بقى ليل حتى لو الساعة 12 الظهر، وبكده الجسم بيتلخبط أكتر، وبدل ما الميلاتونين يظبط نومك لا بالعكس ده بيبوظه. تعال اعرفك اخطار الاستخدام العشوائي. اللي بياخد الميلاتونين من نفسه بيعمل مصيبة من غير ما يعرف. اول خطر ان الجسم بيبطل يفرز الميلاتونين بشكل طبيعي. تاني خطر بيحصل اضطرابات في المزاج واحيانا اكتئاب ودوخة. تالت حاجة ممكن يحصل تفاعل مع أدوية تانية زي أدوية الضغط والسكر وكمان المهدئات، وفي ناس بتاخده مع المنومات، وده أسوأ سيناريو ممكن يحصل، لأنك كده بتضرب الجهاز العصبي مرتين، مرة بإشارة صناعية من الميلاتونين ومرة بتخدير كيميائي من المنوم. وفي حالات كتير حصل فيها هلوسة وأحلام مزعجة بسبب الجرعات العالية. يعني باختصار قرص للنوم الهادي ممكن يخليك تنام غلط وتصحى أسوأ. تعال أعرفك إمتى فعلا تستخدم الميلاتونين. أنا مش بقولك إن الميلاتونين شر مطلق، هو مفيد في حالات محددة جدا، بعد السفر زي الناس اللي عندها الجيت لاج أو اضطراب النوم عند كبار السن اللي فعلا إفراز الهرمون عندهم قل. لكن استخدامه لازم يكون بجرعة بسيطة وتحت إشراف طبي. مش كل واحد بينام متأخر يقولك هاخد حبات ميلاتونين وخلاص. الموضوع مش حباية سحرية، دي مادة بتلعب في توازن الجسم. الدكتور هو اللي بيحدد الجرعة، غالبا بتبقى أسبوعين أو 3 بالكتير. تعال أقولك على بدائل طبيعية. قبل ما تفكر في القرص جرب الحاجات اللي جسمك فعلا محتاجها. قلل الكافيين بعد الساعة 5 العصر، اقفل الموبايل قبل النوم بنص ساعة، خليك في إضاءة خفيفة جدا بالليل، وخليك طبعا ثابت في ميعاد نومك كل يوم. دي الحاجات اللي فعلا بتخلي جسمك يفرز الميلاتونين الطبيعي بنفسه، من غير اقراص ومن غير ضرر وكمان من غير تعود. النوم مش رفاهية، ده علاج رباني بيصلح الجسم كل ليلة، بس للأسف احنا اللي بوظنا المعادلة، وبدل ما نرجع توازننا بقينا بندور على الحل في الكبسولة. بس الحقيقة انك محتاج تنظم حياتك، مش تدور على كبسولة. فكر كويس جدا قبل ما تاخد اي حاجة تساعدك انك تنام، لان يمكن الحباية اللي فاكرها هتريحك هي نفسها اللي هتخليك متعرفش تنام تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.